السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا النهاردة في الحلقة قصة ورسالتين، بس قبل ما نبدأ أستأذنكم في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلنا كل جديد. في بنت في اسكندرية اسمها آية دي صحت من النوم على تليفون من صاحبتها الحقيني بولد، وطبعا كأي ست مصرية جدعة وصاحبة صاحبتها يعني قامت لبست وجريت علشان تروح لصاحبتها، وقفت الميكروباص اللي في اسكندرية بيسموه مشروع يعني، وركبت. بعديها بشوية وقف الميكروباص واحدة ست شكلها غريب اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين ركبت شوية وطلعت منديل من شنطتها. بدأت آية تحس بحاجة مش كويسة، بحاجة مش مظبوطة، بدأت تحس بقلق ورعب يعني. فجأة الست دي فعلا طلعت منديل وحطته ناحية وش مروة أو ناحية مناخيرها يعني. المهم مروة بدأت سوري أنا آسف، هي اسمها آية مش مروة بنت الريس عاملة لنا شغلة يعني. حطته على وش آية، فآية بدأت تحس إنها هتروح في غيبوبة أو هتتخدر أو حاجة. المهم قالت لسواق الميكروباص لو سمحت اقف بسرعة. المهم السواق مالك فيه ايه، بدأوا يحسوا ان هي مش مظبوطة. المهم آية قالت له انا لو سمحت، وكان السواق قاعد جنبه حد فقالت له اقعد جنبك. فالمهم قعدت فعلا قدام، وبعدين قالت له الحقوني انا اتخدرت. بدأ السواق يشك في الست اللي ركبت، وبالفعل حاولت تنزل بسرعة من الميكروباص. السواق وقف الميكروباص ووقف الست ديت ونقلوها على النيابة أو ودوها على اسم الشرطة ومنه على النيابة، وأخذت 4 أيام على ذمة التحقيق. دي القصة. الرسالتين بقى الأولى لبناتنا، خلوا بالكم لأن القصة اللي أنا حكيتها دي ما بقتش قصة غريبة، ما بقاش الواحد بيستغرب لها. الفقر فعلا بدأ يخلي الناس تتجه للأسهل، وهي بقى إن كان خطف، إن كان سرقة، إن كان أيا كان يعني. فلو سمحتوا أنا بكلم بقى، والله مش بكلم بس البنات، أنا بكلم بنات وبكلم الشباب الصغير، بكلم الأمهات والأهالي عموما علشان أطفالهم. خلوا بالكوا على عيالكم. بالنسبة للشباب خلوا بالكوا على نفسكم. دايما ما تحاوليش تقربي من حد. للأسف الناس دي بدأت تخلي الواحد يكره يعمل الخير، لأن زي ما شفنا فيديوهات كتير قوي إن في واحدة بتحاول تنقذ، تلحق واحدة تعبانة في الشارع، وفجأة هوب اللي تعبانة دي بتشممها حاجة وبعدين تخطفها أو بتسرقها. يعني مش شرط كله بداعي الخطف أو السرقة. فرجاء خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم من عيالكم. دي الرسالة الأولانية. الرسالة التانية بقى ودي مهمة جدا جدا جدا، لأن أنا شفت صفحات كتير جدا، شفت على اليوتيوب ناس عايزة تركب الترند، عايزة تعمل ريتش، فكله بقى يتكلم في إن الست اللي اتمسكت دي تبع وفاء عامر. يا جماعة الخير، هي الدنيا مش هتمشي كده، ومش كل حاجة هتعملها وفاء عامر. ده دلوقتي علشان الناس تلحق الترند اللي جنن الناس، لو واحد اتخانق مع مراته بيقول لك وفاء عامر اللي موقعه بينهم، لو واحد اتكعبل في الشارع يقول لك وفاء عامر اللي حفره له الحفره. فيعني هي برضو مش كده. قصة وفاء عامر بقصة مروة بنت الرئيس بالقصص دي كلها قدام النيابة بيتحقق فيها. فمفيش بني آدم بقى عاقل يقول إن وفاء عامر لو هي حتى اللي بتعمل كل الشر اللي في الدنيا ده، وهو مش منطقي طبعا. وده مش معناه ان وفاء عامر بريئه وما بتعملش حاجه، عشان بس ايه، بلاقي في الكومنتات ناس غريبه وعجيبه تقول لي انت بتدافع عن وفاء. لا، ما بدافعش عن حد. انا وفاء عامر اول واحد، لو هي غلطانه وشوفوا فيديوهاتي اللي قبل كده، هي غلطانه ان شاء الله تتعدم، انا ما عنديش مشكله خالص يعني. لكن هي الفكره كلها مش فكره عشان يجري ورا ترند ولا عشان ريتش فيبقى كل حاجه بتعملها وفاء عامر. اكيد مش منطقي يعني. وفاء عامر يعني زي ما بقول كده، لو بالعقل هي اللي ورا كل الشر اللي بيحصل في الدنيا ده، فعلى الاقل دلوقتي هتهدى، لان في مشاكل في النيابه واسمها جاي في قصص كتير، فعلى الاقل هتهدى الفتره دي يعني. فبس هو ده اللي كنت حابب اقوله، وهي دي القصه، هم دول الرسالتين. اتمنى يكون الكلام وصل زي ما انا عايز اقوله بالظبط. وبشكركم على لو وصلتوا معايا لغايه الحته دي، وبستاذنكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.